مساء الخير عليكم، وحشتوني قوي. طبعا كلنا ما بنحبش الخضار السوتيه. النهارده هعمل لكم طريقه جميله وسهله وسريعه، وكمان هتحبوا الخضار السوتيه مع كل الاكل. وطبعا بما ان البروتينات غاليه فلازم ناكل خضار كتير، فانا هعمل لكم النهارده خضار سوتيه من الاخر. تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. هيبقى معايا في البدايه خضار مشكل، الخضار اللي انتوا بتحبوه. انا هعمل كوسه، وهعمل جزر وبطاطس وبصل وبسله، ويا سلام بقى لو عندكم بروكلي هيبقى خطير مع الاكله دي. فانتوا اعملوا الخضار اللي موجود في البيت. هبدا اقطع معاكم الخضار من الاول. انا ما بحبش البسله، الولاد لازم ياكلوها. هنبدا بقى ايه، نقطعها، وهقطعها شرايح، مش هقطعها شرايح رفيعه عشان ايه ما تتهريش مني. اهي مش كاني بقطع بطاطس، لا اتخن شويه اهو بالشكل ده. انا عايزاها تبقى كبيره وواضحه، ونحاول ايه بقدر الامكان نخليها قد بعض. بصوا هنقطعها طويله طول بالشكل ده. طبعا انا ما كترتش البطاطس لاني عندي الولاد بيحبوا البطاطس، فقلت اغزل لهم شويه واخليهم ياكلوا خضار تاني. طب انا ذنبي ايه؟ انا جوزي قلت اكلني بطاطس، انا بحب البطاطس، ما بحبش بقى الخضار ده كله. لا لازم ناكل خضار عشان ده مفيد لصحتنا. والجزر نفس الحكايه، هنقطعه شرايح بالشكل ده، وكله هنسويه في الطاسه مش على البخار. يعني طريقه تسويه ممتازه جدا للخضار، وكمان بتديله تيست حلو جدا. وكمان احنا داخلين على صيام، فممكن نعمله صيامي وممكن نعمله بالزبده عادي براحتكم. يعني نقدر نعمله بزيت الزيتون او بالزبده. اهو هفضل اعمل كده لغايه لما اخلص تقطيع. كل الفكره ان انا بقطعه شرايح. وبعد ما قطعنا الجزر هنقطع الكوسه بنفس الطريقه. بس بما ان الكوسه انا طبعا مش بشيل القشره بتاعتها، انا عايزه كل القيمه الغذائيه اللي موجوده في الخضار، فانا مش هقشر الكوسه. انتوا بتحبوا تقشروها براحتكم، وغالبا هعملها نصين بس لان الكوسه ما بتاخدش سوا خالص. عايزين بقى تقطعوها اصغر شويه ارفع شويه تمام، بس انا الكوسه ما بتاخدش وقت فانا مش عايزاها تتهري معايا. شايفين مفيش اسهل من كده على ما اظن. والبصل هقطعه برضو شرايح بالشكل ده. انا مش عايزه اعمله شرايح كبيره، انا عايزاه يدوب في الاكل عشان يديني تيست حلو. البصل ده حرق قوي، حرق لي عينيا. شايفين خلصنا تقطيع. دلوقتي بقى هنجيب الواق او الحله اللي هنشتغل فيها. هنشغل النار ونسيب الحله بتاعتنا تسخن. هحط بقى حوالي معلقه زيت. انا هسويها بالزبده، لكن انتوا لو هتعملوها نباتيه او صيامي بنعملها بالزيت عادي من غير زبده. وهحط مكعب زبده حلو كده او سمنه بلدي براحتكم على حسب المتاح عندكم. بصوا معايا، واول لما تسيح هنبدا نحط الخضار بتاعنا وهنديله تشويحه على نار، ومش هياخد بالظبط 10 دقايق يكون استوى وجاهز للاكل. وطعمه حلو جدا وحاجه صحيه ومغذيه، وكمان ليها تيست. الزبده هنا بتدينا تيست حلو او سمنه بلدي على حسب اللي موجود عندكم. اول لما يبدا يسيح بقى هنبدا نحط كل الخضار. طبعا انا عامله كميه كبيره لان احنا عيله كبيره شويه، لكن انتوا ديناصورات على راي عمي. لكن انتوا ممكن تعملوا على قد الاسره بتاعتكم. بصوا ونبدا ايه نشوح فيها تشويحه حلوه. دي بسله انا مفرزاها. انا البسله ما بعملش فيها غير حاجه غير ان انا بفرزها، ان انا بفصصها وبعد كده بحطها في الفريزر بس. دي كوبايه بسله. ويا سلام بقى لو عندكم فاصوليا او بروكلي زي ما قلت لكم، برضو بتدي تيست وطعم حلو قوي. احنا عايزين نعلي القيمه الغذائيه لاولادنا. ونبدا بقى نشوحهم. هياخدوا معانا حوالي 10 دقايق لغايه لما يتشوحوا ويستووا كلهم، وطبعا على نار متوسطه. وطبعا كل شويه هنغطي عليهم. بصوا بقى بالنسبه للتوابل اللي انا هستخدمها، هستخدم رشه فلفل اسود
وشويه ملح. ما تقلقوش الخضار بيقبل الملح، بس مش هحط توابل تانية. الحاجه بقى اللي هتديني تيست خطير للخضار بتاعي هما المكونين اللي انا هحطهم دلوقتي. نفضل نشوح فيهم كده. انا مقطعهم كبار شويه فهياخدوا وقت، عايزين تقطعوهم اصغر من كده اوكي. المكونين بقى اللي هيديني تيست حلو دبس الرمان. هنحط حوالي معلقه كبيره كده، دي هتديني تسكيره حلوه وهتخلي الخضار لطيف الولاد هيحبوه. وكمان معلقه كبيره صويا صوص. دي بقى اللي هتوديلي الخضار في حته تانيه. هنشوحهم بقى كده حلو. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هشوحهم على النار وهغطيهم لغايه لما يستووا. هياخدوا معايا حوالي 10 دقايق، ما ينفعش نسيبهم على النار، لا لازم كل دقيقه والتانيه نديها تقليبه بالشكل ده لغايه لما يستوي. هغطيها وبعد 10 دقايق ارجع لكم تاني. ده شكل الخضار السوتيه بتاعنا بعد ما سيبناه حوالي 10 دقايق على نار متوسطه، وكل شويه بنقلب فيه. بصوا شايفين اللون استوى، بس انا بحب الخضار بطبيعته يبقى فيه قرشه شويه، لكن انتوا لو عايزين تستووه يبقى مستوي اكتر من كده ممكن على طول تطلعوه تسيبوه 5 دقايق كمان، بس انا بالنسبه لي كده خطير. بصوا دايما الاختبار بيبقى في الجزر. بصوا اهي حلو قوي، في تسكيره حلوه، وانا بالنسبه لي كده تمام جدا استوى. دوق يا عمده، طعمه حلو قوي بجد. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا ابدا. الفاصوليا دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه بتاع الخضره دي؟ ده الكوسه. لا مش دي الخضره الصغيره دي، بسله. البسله دي بقى استوت؟ استوت طبعا. اتفضل. عماد يهمه البسله قوي رغم انه ما بيحبهاش. خلاص هطفي عليها النار، هي كده خلاص استوت وبقيت تمام. استوت ولا ما استوتش؟ انت بتحبي الخضار ناقص سوا سيك، انا عارف بس كله. هو ما بيتاكلش غير كده يا عماد. وجهه نظرك تحترم طبعا، عشان خاطر الفايده بتاعته تبقى موجوده، لكن لما يبقى مستوي قوي هيبقى مهري مش هيبقى حلو. انا دي وجهه نظر، فكل واحد بقى على حسب الذوق الشخصي. هننضف مكاننا كده. الاكل مدارس، الاكل مدارس. نجيب بقى طبق التقديم بتاعنا. يا سلام على الطبق. تمام كده. على الطبق عجبني قوي. وبعد كده نبدا نقدمه لاولادنا. لازم نعود ولادنا ان هم ياكلوا خضار كتير. بصوا شكله حلو قوي. مزيكا بجد شكله حلو قوي. جربوا طريقه الخضار دي ومش هتندموا، لان بجد شكلها وطعمها خطير. انا طبعا بكتر الكوسه عشان انا اللي باكلها، في البيت ما بيرضوش ياكلوها، بس انا هاكلها لكم بالعافيه. طعمها حلو قوي. عارفه ان عماد مش هيحبها بس انا بحبها. وانا مش بحبها ادوقها ليه؟ بقى ما انا مسكره وطعمها حلو. ننضف الطبق بتاعنا كده عشان العين هي اللي بتاكل. بصوا اكل وهو ساكت. اكل وهو ساكت عشان مش عاجبه. عادي عادي، شغال شغال شغال. طب خد اللي انت بتحبه. طيب ندوقه البطاطس. اتفضل. هو يا كريم يعني البطاطس طعمها حلو جدا. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا. اتمنى لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتدوسوا على زر سبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديوهاتي. في ناس بتقول لي ان انا مش بنزل كتير اليومين دول، لا انا بنزل. ادخلوا بس فعلوا الجرس واتفرجوا على الفيديوهات، هتلاقي الفيديوهات بدات تطلع لكم كتير. كمان ما تنسوش تعملوا لايك على صفحتي على الفيسبوك. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.